يا اخي اوعى، اوعى، اوعى. سمير، انت خدت مخالفة النهاردة وانا زعلانة منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده فيديو جديد ويوم جديد، والنهارده الجمعة والجمعة مباركة عليكم. وقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش بقى تحطوا لايك الحلو ده، وكمان تعليق جميل منكم، ولو كنتوا لسه ما اشتركتوش اشتركوا في القناة. اول حاجه انا بفتح البلكونه على الصبح، وطبعا نور وعلي امبارح الحمد لله نوروا البيت ورجعوا، وقمنا الصبح اتفقنا ان احنا نقوم علشان نبعت نجيب بقى فول وطعميه ونخرب الدنيا بقى، عشان بقالنا كتير ما فطرناش مع بعض. قمت الصبح سقيت الزرع. هتقولي لي الزرع ده ليه كده لونه؟ الزرع الاحمر ده اصلا زرع صناعي، بس انا حاطاه عشان يدي منظر بس جراب، فهحاول ان انا اجيب واحد تاني يكون لونه حلو كده ومزهزه لسه. فسقيت الزرع، وبعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. هصلي وهقرا قران. طبعا انا اكلت العيال الصغيرين اللي هم القطط، ف هروح بقى اصلي واقرا قران، وهنقرا قران مع بعض هنا في البلكونه. طبعا عايزه اوريكم حاجه يا جماعه. شايفين السلك ده؟ مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. ده سلك اللهم صل على النبي. الباشا ده هو اللي عمله كده، كل ما يلاقي اي سلك بيبوظوه. ده طبعا الهارد بتاعي اللي بخزن عليه كل الشغل بتاعي. شايفين عامل فيه ايه؟ مقطعه كانه تقطيع مهندس ده ولا ايه، مش عارفه، كانه تقطيع مقص. اي سلك بيشوفه بيقطعه بالشكل ده. انا مش عارفه اعمل ايه يعني، يا ترى ده بقى شغال ولا باظ خلاص؟ شايفين المنظر؟ شايفين اي سلك، اي سلك بيقطعه. انا مش عارفه ليه بتعمل كده يا سمير بجد، يعني ده غالي. وبوظ السلك بتاع الشاحن بتاع فرح، بتاع الموبايل بتاعها، بتاع الايفون. شايفين المنظر؟ يعني ده يرضي ربنا يعني؟ وانت قاعد في منتهى البراءه ولا كانك عملت حاجه. كل ده في ثواني. لسه حاطاه عشان اشتغل على اللابتوب بتاعي، لقيته بوظه لي كده من غير ما اشوفه. خلاص يا عم، خلاص انت هتكمل عليه. امشي بقى، امشي بقى، امشي بقى، تعبتني يا اخي. امشي بقى، انت قعدت عليه يا اخي. يا اخي اوعى، اوعى، اوعى. سمير، انت خدت مخالفة النهاردة وانا زعلانة منك وزعلانة. قعدت بقى اقرا قران في الجو الحلو، بس بصراحه كان الجو مكتوم الصبح مش عارفه ليه. وبعد ما قريت قران استنيتهم بقى لغايه لما هم يطلبوا الاوردر. قالوا لي هندلعك النهارده يعني، فهنطلب من بره ومش لازم تعمل لي حاجه، واحنا عايزين ناكل فول وطعميه. قلت لهم ماشي. قعدت انا بقى في الوقت ده بعد ما خلصت قرايه قران وصليت وكده، ابتديت بقى ان انا اشتغل بالسلك بتاع الهارد ده. بس الحمد لله طلع يعني مظبوط وكل حاجه. ولما الاكل جاء انا قمت بقى علشان اكل معاهم، وحاولت ان انا اظبط اللابتوب، بس اللابتوب فهمي وتقيل شويه. فلما فتح انا الاكل جه، فقمت وسبت شغلي ورحت قايمه بقى اكل. وبعد الاكل انا جهزت نفسي يعني قبل الاكل، وكنت جاهزه عشان هطلع معاكم لايف بعد الاكل. ففي الوقت ده انا كنت جاهزه وكل حاجه. بس تعالوا شوفوا سمير باشا بيعمل ايه. بتعمل ايه يا سمير؟ انت بتاكل ايه يعني؟ مش انا فطرتك يعني؟ مش فاهمه، مش فاهمه بجد. انت ليه بتحبي تاكل البلاستيك؟ الاكل طبعا جاي من بره في علب وفي اكياس وبتاع وكان ممكن نفرش كده، لكن انا قلت لا، احنا هناكل في جو عائلي، فلازم نحط في الاطباق عشان يكون كده جو عائلي شعري في نفس ذات الوقت. فروحت بقى حاطه الطعميه. بس بصراحه طعميه البيت احلى، انك تطلعي سخنه كده من الزيت كده جميله. وانا اكلت واحده بس عشان الكوليسترول يا جماعه. وكانوا جايبين بطاطس محمرة وفول اسكندراني اللي بيكون عليه بقى تحابيش بقدونس وطماطم وبصل وزيتون اخضر وطحينة واللازم منه. كان طالب كمان علبة فول، بس جابوا علبتين بتنجان وعلبة فول واحدة. فاحنا بس هنفضي علبة بتنجان لان هي كانت مليانة، وطبعا قرن الفلفل ده انا لازم اكله. ادي العيش ما شاء الله، بتنجان وطعمية، بطاطس بيوريه ده بتاع كان ايه بالروح. ده فول ايه؟ ده فول اسكندراني ولا ده فول ايه؟ وطعميه وبطاطس كمان. نور بقى ايه عزمنا النهارده، ويلا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بس وده الفطار يا جماعه: عيش، بطاطس بيوريه، فول اسكندراني، بتنجان وطعميه وبطاطس محمره، وبألف هنا وشفا. انا بقى قعدت اكل معاكم
او معاهم يعني. وبعد كده هطلعت لايف معاكم على القناه الكبيره، لو ما شفتوش اللايف وشوفوه. قعدت اكل بقى معاهم، بس هم مش بيحبوا ييجوا، هم بياكلوا فانا باكل عادي معاكم انتوا، مننا وعلي مني وعليا يعني. بس قعدت اكل بقى، كل ما اكل من طبق اجيبه قدامي عشان تشوفوا انا باكل من ايه. وانا خدت طعميه واحده بس، وهاكل بقى باقي الاكل. وخدت حته بتنجانيه واحده والله، بس لازم هاكل الفلفل انا، عشان انا بحب الفلفل المشطشط قوي فهاكله. بس مش هتقل علشان انتوا عارفين الكوليسترول وكده. وبعد اللايف زي ما قلت لكم، بعد قصدي ما اكلت وفطرت، طلعت لايف على القناه الكبيره. ولو لسه موجودين معايا لغايه دلوقتي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتوش. ونزلت فيديو حلو قوي على القناه الجديده اللي هي موسوعه الحلويات، يا ريت تدخلوا تشوفوه وتدعموه. سيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. فرح بتقولي دوقي كده يا ماما البطاطس البيوريه زي اللي انا بعملها. فانا دقتها بصراحه، قلت لها لا اللي انت بتعمليها احلى. ففعلا فرح بتعمل بطاطس بيوريه هايله جدا. قلت لها انت بتعمليه احلى. هاكل دي. طلعت لايف بقى معاكم، وانا في اللايف فرح قالت لي تعالي يا ماما علشان احنا جايبين حاجه وبتبدا بحرف الب. وقعدت افكر لغايه لما عرفت ان هم جايبين لي حاجه من البراند ده. وجايبين دي، اول ما شفت قلت لهم انتوا جبتوا ده ليه؟ قالوا لي عايزين نجربه. قلت لهم ما فيش حد عمل ريفيو عنه قال عنه حلو. بصراحه هم قالوا عليه الفاظ مش حلوه، فانا ما حبيتش ان انا احط صوتهم. ما عجبش نور ولا عجب فرح خالص. وقعدوا يقولوا لي دوقيه. قلت لهم لا مش هدوق، لان كل حاجاتهم فيها زيوت مهدرجه. فانا ما اقدرش اكل حاجه فيها زيوت مهدرجه عشان الكوليسترول. طبعا نيلي كانت فاكره بقى ان احنا بناكل ياما هنا ياما هناك، مع اني مفطراهم. قعدت تنونو، وسمير كان قاعد مؤدب، راحت ضربه سمير. وكانت هي بتحب ريحه الرز بلبن وبحب تاكله، بس انا باكلهاش لان دي حاجات مسكره ما تنفعش للقطط. ضربت سمير وراحت ماشيه. سمير الغلبان ده والله. بس يا جماعه، فالولاد بقى قعدوا ياكلوا ويقولوا لي ده ايه ومش ده ايه، ده طعمه غريب ومش عارفه ايه. وما كانش عاجبهم خالص. انا اكلت رز بلبن عشان ما يعني الرز بلبن كويس حلو، وهم كانوا عازميني فانا ما رضيتش اقول لا. فحبيت ان انا اشارككم الاكل يعني. اتشاركنا كلنا يعني. بس فما حبيتش احط صوتهم هما بيقولوا يعني الريفيو عن الاكل اللي جايبينه او الحلويات اللي جايبينها ما كانتش عاجباهم. بس انا اكلت الرز بلبن. على فكره انا كل مره اجيب من بلبن لبن اصلا. عمري ما بحبوش يا جماعه، بس طعم الرز بلبن ده حلو. جبتولي ايه؟ بحس ريحته فظ ده. لا لا ريحته عادي، ريحته ما عجبتش الولاد.